في البداية نرحب بهذا الجمع الكبير بالمجاهدين والمثقفين لهذا اليوم العظيم وهو يوم المجاهد، ونظرا لالتزامات بعض إطار الدولة وحتى لا نطيل نطلب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أرحب بالحضور وأشكرهم على تلبية الدعوة كل باسمه ورسمه واسمه. اليوم لنا جلسة تكريمية على شرف مجموعة من المجاهدين بمناسبة يوم المجاهد، هذا اليوم العظيم الذي يمثل دور أو نقطة في تاريخ الثورة الجزائرية، وهو يوم المجاهد مؤتمر الصمام وهجومات شين أوت. هذا اليوم العظيم الذي قدم فيه الرجال كل ما من عائلات وتضحيات، وهذا من اجل ان تحيا الجزائر، وارحب بهم واشكرهم. منهم اسد الولشاليز الذي هو دائما يسمى سلمان الغول مرحبا بك، وكذلك السيد المجاهد باشوشي محمد، وكذلك جنول الامنال الذي كان لهم دور في الولايه الرابعه التاريخيه. الحاضرين معنا ممثلين بالمنظمه الولائيه للمجاهدين له كلمه اليوم تمثيلا للمنظمه الولائيه للمجاهدين. تفضل السيد رمضان بكلمه، او السيد سليمان الغول. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخي على الثورة، ما جات سهلة، جات بالدم وماتوا فيها رجال شعب مجاهدين. على كل حال فرنسا ما تساويش ثلاثة الاستقلال، موريتانيا والمغرب وتونس تضرب الاستقلال قضت الجزائر، لأنه فرنسا بنت بلادها بالجزائر، إنه الجزائر كانت شعبها وبلادها في العالم. السودان الأول والثاني في التراب تاع الأرض، والثاني الجزائر. على كل حال أنا واش كنقول؟ نقول ربي يحفظنا ويسترنا ويستر حكومتنا وجيشنا والذات تاعنا والأمن تاعنا، وربي يسترنا إن شاء الله ويحفظ بلادنا إن شاء الله، ونكونوا بالسلام والحفظ. والسلام عليكم. السلام على أشرف المرسلين أيها المستمعين. يعني شكل قبل الرسمة تاع التاريخ نشكر الشباب ونشكر السي حسن الغول تاع يامس وتاع اليوم، ونطلبوا له رب العالمين عمره طويله وطلبوا له الشفاء. امين امين. الشعب احنا من الشعب للشعب، ونشكر الشباب اللي راهم واقفين على هذا التاريخ. والسلام عليكم. وكذلك كلمة للأخ المجاهد أمنال، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا يوم الشهيد، يوم الشهيد، الشهيد تاع 8 سنين ماهوش 7 غير من 62 اللي حتى 64 كانش تاع مجاهدين راحت، غير هما اللي بقاو صابرين. بين المغرب حتى البيضاء زقدوا هذه عامين الاكثر كاع مجاهدين اللي مساكن. هذه جبنا على يوم الشهيد. شو الشهيد؟ ما كنا حتى 64 انا نعانوا وهما يسقطوا مساكن. زقدوا عندنا قريب 800 مجاهد في زقدوا برك حسن البيضاء ولا الطفيل والاخر هنا تغني بهذيك ولا بس المجاهدين القوه تاعهم من الاول، القوه تاعهم من الصحه راح تضرب هذه ما يريحوش. لا ربي يحفظهم ان شاء الله. ربي يحفظ الجميع، وربي ان شاء الله هذه الشهاده الحيه اللي نحضرناها كذلك نستكملها مع منظمه المجاهدين. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخواني المجاهدين وأبنائي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا هذا اليوم يوم المجاهد نتذكر فيه بطولات المجاهدين. هذا البلاد جات بالدم، يعني الشيء اللي فوتات من الجزائر ما تصورش. أكبر ثورة في التاريخ ثورة الجزائر. ما كاش ثورة اللي تشبهها بثورة الجزائر، لأن احنا كنا بدون شيء، ما عندنا والو. فرنسا عندها كل شيء، عندها الجنرالات وعندها الأطلاق عندها كل، عندها الحرف الأطلسي. واحنا بفضل المولى تبارك وتعالى، لأنها ثورة ربانية كي يلحق الوقت ربي يلهم الشباب ثاروا وحقوا الاستيطان للشعب. أنا نطلب الشباب نقول لهم يا ولدي اقراوا التاريخ تاعكم وافتخروا بالثورة تاعكم، ثورة عظيمة راهي مسجلة في التاريخ. اقراوا التاريخ تاعكم، حافظوا على بلادكم واقراوا باه تبنوا بلادكم. هذه أمانة تاع الشهداء، أمانة تاع المجاهدين راهي في رقابكم. اقراوا باه تبنوا البلاد. المجاهدين حرروا البلاد، انتم بنوها وحافظوا عليها. بارك الله فيكم وتحية للجزائر والسلام عليكم. اولا شرف عظيم ان اكون وسط هذا الجمع الكريم من المجاهدين اللي حرروا البلاد بالدم، ولولاهم ما كناش رانا عايشين في الامان والطمأنينه اللي رانا فيها ضرب. ان شاء الله الجيل القادم هذا يواصل ويكافح في باه يحافظ على الامن تاع البلاد. وبمناسبه يوم المجاهد نتمنى دوام الصحه للمجاهدين، وان شاء الله مناسبات كيما هذو كل عام ينداروا ان شاء الله باه نتذكروا التاريخ تاعنا والثوره تاعنا للاجيال القادمه. واشكرا. ويبقى فيما نقول مجاهد اليوم والمجاهد كذلك بالكلمة والكتاب الذي أبى اليوم إلا أن يهدي المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مجموعة من الكتب القيمة، فليتفضل لتوقيعها مشكورا. فهو مجاهد كذلك اليوم معنا بالقلم. ذكرى حية عن الولاية. هذا يكبر فينا وكرمتنا ربي يشرف. آمين. يكرمها طول عمرها. آمين. ربي يحفظك ربي يكبر بك ان شاء الله. خليك عندك تجي اروح الاحتفاليه التي تجمعنا اليوم وهي قدم لكم رئيس جمعيه اسود المنشاليس. كنت رايحه نعرض على يعني كنت ندير في دي بورتري دي فيديو سي في تاع المجاهدين مع المجاهد جلول امدا، لانه هو من التسليق قريب ليا بزاف. فكرت الجمعيه باش دير مجله تاريخيه فيها التاريخ تاع المجاهدين تاع مالاكاف يعني واتسبي. بغيت ندخل معاهم فالمجاهدين يعني كاع تاع اسود المنشاليس كانوا ولايه رابعه، وان شاء الله يكون هذا بالنجاح والتوفيق ويساعدوني فيه المجاهدين في المعلومات وفي جمع التاريخ الجزائري للاجيال، يعني الاجيال القادمه اللي ما تعرفش تاريخ الجزائر، يعني كاين ادق التفاصيل. تاريخيه الى الاسره الثوريه اولا
الى السيده مديره المكتبه، الى الاستاذ والامام سيبو عبد الله، والى الحضور الكريم. بهذه المناسبه طيبه نكون اوفياء بخلال ما قدمه جيل الثوره وكتابه التاريخ، لان هؤلاء صنعوا التاريخ. فكما قال سي روضان انه لابد من ان نحافظ على هذا التاريخ وان نرسخه في الاجيال، لان مثل هذا اليوم والايام كلها ايام وطنيه التي اقرتها الدوله الجزائريه، علينا ان نحافظ على هذا الارث، وعلينا ان نحتفظ كاوفياء بهذا الجيل، جيل الثوره، واننا نكون دائما اوفياء للتاريخ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على هذه الإفادة. تفضل. ماذا أقول عن هذه الذكرى وماذا أقول عن الشعب؟ فهو بمثابة وحدة الشعب الجزائري، فهو بمثابة الانطلاقة وتوحيد الشعب الجزائري بأكمله، فهو وحدة التضامن، وحدة الوقوف ضد الاستعمار الفرنسي. فلولا هذه الثورة التحريرية الكبرى المباركة لما وجدنا اليوم نتنعم تحت رايتها وتحت خيراتها. فجميعا علينا أن نتوقف في هذه الذكرى ونجعلها منارة لنا لنسير على درب الشهداء والعلماء الصالحين، وبارك الله فيكم. الجمعيه الولاييه للمجلس الثقافيه التاريخيه. اليوم رانا هنا متواجدين بالمكتبه الرئيسيه للمطالعه العموميه في شنف. لنا الشرف اننا كنا على كل حال شرفونا، كان الشرف عظيم انه ابائنا وقال اعضاء اللي قاموا بالثوره في هذا المكان، خاصه راه معنا عمي بشوشي الله يبارك، الحاج منك ان شاء الله هذا الشرف اليوم ان شاء الله بدأ نبداو نخدموا معاهم على هذا المعرض المتواضع. تفضلوا معايا. بداية بالمرأة الجزائرية، المشاركة تاعها هذا مثلا جهة حاسبة مجموعة اللي غنية على التعريف، الشخصية الدولية. وثاني كان حاسبات أخرين اللي ماهوش معروفين، اللي مسلط عليهم الأضواء بزاف. حنا هذا المعرض حتى ما شنو نديروا، رانا نحو خطرة شخصيات ونركبوا شخصيات أخرى، لأنه التاريخ تاعنا تاريخي جدا ما شاء الله، والله ما نقدر نلمو. والله التاريخ اللي يحكيه لنا عمي أمل الوراء ولا عمي بشوشي، غير هما زوج لو كان لنا معاهم والله ما نكمل نألفوا كتب. ماذا بينا هذا التاريخ يتوثق والله العظيم يا أخي. رانا شوف أنا عندي تجربة تاع 4 سنين ولا في الجمعية، والله العظيم ما نقدر نلمو حتى شوفي 0.5% ما حقناش. أننا نديرها نلقاو شخصيات، نديروا شهادات. حتى العائلات ولادهم طريقه مثلا، ولادهم ولا ولادهم يحكي لي اسمع عن جده وعلى باباه وعلى ما مش عارف كيفاه. والله شيء عظيم، شيء شرف. كاش اسره جزائريه ما تكاسبش، وما كاش اسره ما عندهاش تاريخ، الا اذا اللي كانوا الاقليه القليله اللي كما قال لك بين قوسين اللي كانوا في الكوتي الاخر. هذه تفضلوا معايا. هذا كذلك الشخصيات اللي تداولوا على الجمهوريه الجزائريه، هذو كان بزاف اللي يشوفوا مكان كما حنا في الله شعري يشوفوا عادي. انا كان الشبيبه تضرب بزاف اللي يقول لي هذا شكون والله ما يعرفون، والله ما يعرفون. هذا انا رانا نعرفوا شنو الشخصيات هذو، وكامل الشخصيات على الاقل يكون حاسم تاعهم شيء ايجابي، وما كانش اللي ما بدعش وما ماتش عنده. النساء اللواتي شاركنا في الثوره التحريريه نديرهم كل مجموعه، خاصه منطقه شلف او حوض شلف، التي يعرف الجميع مع دور المراه الجزائريه ابان الثوره التحريريه الكبرى. شكرا لك سيدي الكريم. احنا اكثر اهتمام بالتاريخ المحلي معايا. الحركه ندير هذا نبداو بالشخصيات بارزه، كاين اللي ما يستعرفش كي تشوف واحد هذا بينا نكتبوا عليه. تفضلوا. نديروا حقهم. هنا هذه صورة مصغرة على المرأة كيف المرأة. شوف هذه العز تاع المرأة تاع دوك مازال ما لحقتهاش في اللبسة وفي الشان وفي القطر تاعها. شوف كيف العز. كاين واحد الملاحظة سنوية. تشوف
شوف كاين بمناسبة مرور 100 سنة على احتلال الجزائر 1830 1930 1930 داروا احتفالية يعني مهيبة كما يقولوا، والاحتفال مهيب في العاصمة بمرور 100 سنة يعني. وكان لاكوست هذا يعني الخبيث هذا حضر نساء جزائريات بالزي الفرنسي معروفة القصة، وإذا به يخرج نساء جزائريات بالزي الجزائري يعني. قال كلمة مشهورة قال لهم ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ que faire que le Coran est puissant que la France. هذوك عداوا الواجب تاعهم كامل. اكيد خلوا لنا الامانه وحنا الامانه يعرفوا عنكم ثم شباب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن ان شاء الله. يعني وراه مخدوم قضيه تحت هذا. شوفوا خط رسمي يتوظف يخرجوا من الدوله ويخرجوه من البيت. الامانه راهي بين عليكم مبروك عليكم. محمد هذا شكون؟ هذا من عين الملال. عمي جلول ما تنساش قدموه. تفضل. اما انا كنت رايح نكرم ابن المجاهد محمد باشوشي، كان رايح يكرم الاب تاعو، دونك يكرموا الاب تاعو مع المجاهد امل تصفيقه كبيره وشكرا جزيلا لكم. تفضل. اروح ايوه شكرا لك.